مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير قوي 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 قوي. اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي موجودين، اخواتي وصحابي، وبحس ان انتوا جزء متجزأ مني. واهلا وسهلا باي حد اتضم للقناه جديد. شرفني ونورني وانضم لاسرتي البسيطه الجميله. اهلا وسهلا بيكم. النهارده يومنا في النادي. انا بعتذر اولا ان انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، لاني كنت بمر بحاله وفاه. عمي توفى الله يرحمه، فكنت يعني متوقفه عن التصوير خالص. لكن دوام الحال من المحال، اكيد الحياه هتمشي وهتستمر. فبالتالي احنا هنا في النادي. النهارده عمر ابني عنده تمرين سباحه. طبعا اللي متابعني جديد احب اعرفه كده، اديله نبذه سريعه. عمر عنده 3 سنين و8 شهور. بيتمرن سباحه من هو عنده 7 شهور، يعني بقاله 3 سنين بيتمرن سباحه. فاحنا النهارده هو عنده تمرين بامر الله، واحنا في النادي. فانا استغليت الفرصه وقلت اسلم عليكم، وبالمره ايه، اشارككم اليوم بتاعنا في النادي. طبعا عمر هيتمرن، وممكن نتغدى في النادي وكده، يعني ممكن ندردش مع بعض. عايزه اقول لكم والله العظيم وحشني، وعايزه اقول لكم انا زعلانه منكم لان التفاعل قليل جدا جدا جدا، يعني مفيش تفاعل. التفاعل بسيط جدا يعني. عايزه اقول لكم ان اللايك ده اقسم بالله احنا ما بناخدش، يعني اي حد عنده قناه ما بياخدش عليه فلوس، ما بيتحاسبش عليه، ولكنه اللايك دون بيرفع الفيديو. اول ما لو انت حابه او حابب تتفرج على الفيديو ده، قبل ما تنسى وقبل ما تشاهد الفيديو حط اللايك، لان اللايك ده هو اللي هيرفع الفيديو ويخلي عدد كبير من الناس تشوف الفيديو. وطبعا الكومنت بقى اللي انتوا بتحطوه ده دافع كبير جدا جدا ليا، لاني بعرف رايكم في القناه. وعايزه اقول لكم اقسم بالله انا بحبكم جدا. بحس ان انا اعرفكم، بحس ان انتوا بقيتوا حاجه غاليه جدا في حياتي، بقيتوا جزء متجزأ من حياتي. عشان كده بحب اشارككم فيديوهاتي واشارككم يومي. يلا بينا ان شاء الله اوريكم الواد عمر السكر جاي قبل التمرين بساعة، فنزل يلعب مع اصحابه في البسين الصغير، ولما يبدأ التمرين هيتنقل للبسين الكبير. التمرين فاضل له خلاص نص ساعة. كل شيء في الدنيا بيتولد صغير وبعد كده بيكبر، الا الحزن بيتولد كبير جدا جدا جدا، مع الوقت بيصغر بيصغر بيصغر، ولكنه جرحه بيفضل معلم العمر كله. فربنا يرحم بابا ويرحم ماما ويرحم اموات المسلمين جميعا، ويرحم عمي ويرحم اي حد غالي علينا. آه مش عارفه اقول لكم ايه. عمي ده كان حد غالي قوي عليا، معزته من عزة ابويا الله يرحمه. ف فراقه مأثر فيا جدا، فالله يرحمه ويحسن. ولكن الحياة لازم هتمشي وتستمر، ولكن عمرنا في حياتنا ما هننساهم. يعني اللي عنده أمه وأبوه موجودين يشبع منهم، اللي عنده حد غالي في حياته يشبع منه. لأن والله العظيم الدنيا مش مستاهلة حاجة خالص. مش مستاهلة ان احنا نزعل، مش مستاهلة ان احنا نعادي بعضينا. ما فيش حاجة خالص في الدنيا مستاهلة. الحياة بسيطة جدا، في لحظة بنفرق بعضينا، في لحظة الموت بيفرقنا. فالحياة مش مستاهلة وبتستمر. اديني هو النهارده جيت النادي مع ابني في التمرين، الحياة هتستمر. فما فيش داعي ان احنا نشيل من بعض. لا قدر الله، ممكن لا قدر الله
اتنين زعلانين مع بعض حد منهم يفرق الحياة. طب ليه نفرق الحياة واحنا زعلانين مع بعض؟ مفيش داعي والله، الدنيا ما مستاهلة خالص. الدنيا مش محتاجة الا الكلمة الطيبة. عندك كلمة طيبة نقولها لبعضينا، نطبطب على بعضينا، والله تبسم في وجه أخيك صدقة. طلبت سوسيس وشيش تاووك، تعالوا اتغدوا معايا. الجو جميل جدا جدا جدا. الله الله على منظر السماء، الله على سبحان الله سبحان الله. تسلمي دي، تسلمي يا حاج. نسكافيه بقى، الواحد كان محتاج كوباية النسكافيه دي. عايزه اقول لكم الجو جميل جدا والله العظيم، والولاد بقى حوالينا بيلعبوا ومستمتعين، كلهم خلصوا تمارين، في تمارين شغاله بس الولاد اللي نزلوا الساعه 6 خلصوا التمارين وبيلعبوا. عايزه اقول لكم ان الجو جميل، والصحبه يا جماعه، الصحبه الحلوه، لو في صحبه حلوه اتمسكوا بيها، اتمسكوا بالناس الجميلة، الناس اللي تديكوا طاقة إيجابية، اتمسكوا بكل لحظة حلوة، وابعدوا خالص، اجروا اهربوا فروا من الحزن والزعل، وحافظوا على علاقتكم بعضيكم، لأن زي ما قلت لكم في أول فيديو مفيش حاجة دايما، ما دايم إلا وجه الله، فنحافظ على علاقتنا ببعض. وعايزه اقول لكم الفيديو خلاص بتاعي انتهى، اتمنى انه يكون الفيديو ظريف ولطيف وما اكونش ضايقتكم باي حاجه. نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر.